السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال يا رب. معاكم سلوى الصديق لفرش العرايس. قبل ما نبتدي الفيديو يا ريت نصلي على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. معنا النهارده شقة عروسة جديدة، يا رب شغلي فيها يعجبكم. شقة عروستنا النهارده في القاهرة في منطقة العباسية. بسم الله ما شاء الله لا قوة الا بالله. تعالوا بقى نشوف محتويات الشقة مع بعض. بسم الله ما شاء الله. هنا ريسبشن في السفرة واتنين قطعة نيش والبوفيه في النص. ومعانا الانتريه كده. بسم الله ما شاء الله لا قوة الا بالله. كانت الالوان كلها كافيهات وبيجات كده ما شاء الله. اللهم بارك يا رب. زي ما حضراتكم شايفين كده الأزواق كلها كانت جميلة، اللهم بارك. والعروسة كانت قمر قمر، ربنا يسعدها يا رب. تعالوا نشوف محتويات النيش عملنا لها ايه. في قطعة النيش كانت صغيرة خالص فحاولنا نتعامل يعني. هنا حطيت لها طقم الشاي الكريستال ده، وحطيت لها هنا القارورة الكريستال مع طقم كاسات لايقة معاها. وعملت لها هنا طقم الشاي من الصيني بتاعها كان رايق جدا، اللهم بارك. وحطيت لها في الأدراج صواني. زي ما حضراتكم شايفين كده النيش هو 3 أرفف وصغير وحندوق، بس ما شاء الله أخد معايا برضو. حاجتها كانت جميلة ورقيقة وأذواقها عالية، واللهم بارك، ربنا يسعدها يا رب. هنا عملت لها ال3 شمعدان كده على البوفيه، وعملت لها الصينية دي وحطيت لها فيها المبخرة والقطعتين الستيل ده. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، كديكور يعني. نظرة كده على الريسبشن. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ربنا يسعدها يا رب. هنا باقي طقم الصيني زي ما حضراتكم شايفين وزعته لها على رفين كده. والضرفة التانية كده حطيت لها باقي بقى كوبايات واستكانات وكلام من ده اللي هي اتبقى معايا من حاجة النيش يعني. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. هنا شيلت الكحك وطبق الفاكهة كده على السفرة، اللهم بارك. تعالوا نشوف القطعة التانية مع بعض. حطيت لها طقم الشاي القيم ده، اللهم بارك، ما شاء الله كان جميل قوي 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 على الطبيعة كمان. وعملت لها باقي السيلفر بتاعها بقى طقم قارورة ومعاها بقى كاسات واستكانات، ومن تحت طقم خشاف سيلفر برضو مع كاسات. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وعملت لها برضو صواني. هنا صينية ستيل كده في الدرج. قولوا رأيكم بقى في رص في النيش، ورأيكم في أذواق العروسة ومامة العروسة القمر الذوق. هنا كان في على ترابيزة الشاشة زي ما حضراتكم شايفين كده قطع أثرية. تعالوا بقى نشوف المطبخ كان مع الريسبشن. كان مفتوح أمريكان كده على الريسبشن. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. كان مساحته حلوة وكان متقفل للسقف. وبسم الله ما شاء الله ألوانه كانت جميلة برضو وهادية ولايقة مع الريسبشن بره. نظرة كده عليه من بره، كان له باب إزاز كده. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ربنا يسعدها ويهنيها يا رب. أسيب لكم لينك التواصل في صندوق الوصف أو التعليق مثبت والرقم على الشاشة. و... وما تنسوش تدعوا للعروسة بالبركة والهنا والسعادة، وتدعوا لي دعوات كتير كده. هنا المطبخ مفتوح على الريسبشن من هنا كده. عملت لها على البار بتاع المطبخ حاجة الكوفي كورنر كده. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. والكاتل في الضلفة اللي جنبها كده. عملت لها الحلة البورسلين دي من فوق، ومعاها الاتنين طاجن ده كانوا لايقين مع بعض كده. بسم الله ما شاء الله. وعملت لها الطقم البورسلين الكامل في الضرفة دي. كان عندها يعني بدايل له هناك، هنشوفه مع بعض. وعملت لها الأجهزة بقى بتاعتها هنا زي ما حضراتكم شايفين. بسم الله ما شاء الله. هنا بقى الضرفة دي كانت اللي ورا الباب يعني. عملتها لها كلها للخزين وأطباق البلاستيك، أطباق الغسيل بتاع الخضار كده زي ما حضراتكم شايفين. وزعتها لها كده ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وفيما بعد برضو ايه تحط حاجات الخزين بتاعتها وكل حاجة ليها هنا تبقى في الضرفة اللي هي ورا الباب، مش قريبة ليها قوي علشان يعني مش هتستعمل يومي. هنا اللي هي تحت البوفيه تحت البار. حطيت لها برضو علب تلاجة وعلب خزين اللي هي الكبيرة والصغيرة. وزعتها لها كده بسم الله ما شاء الله. هنا بقى اللي هي جنب اللي فوق التلاجة كانت الظرف عالية زي ما حضراتكم شايفين. بس كانت العروسة ما شاء الله طويلة، كانت أطول مني، فكانت هتطول حاجتها كلها يعني وفي متناول إيديها. عملت لها المجات اللي على حامل دي وبعض الكوبايات شاي ومية عشان ما نزحمش الرخامة. بعض الحوامل حطيت لها في الظرف العالية دي، لأن الرخامة زي ما حضراتكم شايفين مساحتها صغيرة.
هنا الضرفة اللي فوق التلاجة عملت لها فيها برضو ستاند، طقم توزيع ستيل وستاند سكاكين وصواني. كان فيهم برضو لهم بدايل تحت. هنا بقى الضرفة اللي تحت الفرن حطيت لها بقى القوارب الجرانيت والصواني الجرانيت واللي هي الطاسة بتاعة الكريب وصينية كب كيك كده تحت الفرن. الضرفة بقى اللي هي اللي فوق الفرن كانت برضو كبيرة، حطيت لها فيها الأطقم اللي هي التوابل، كانت جايبة كله من الأطقم دي، هي كانت حباها ما شاء الله لا قوة إلا بالله، جايبة منها كميات. حطيت لها الضرفة دي كانت قريبة لإيدها برضو. ومن فوق باقي طقم العشاء اللي هي تستعمله أنا حطيت لها أطباق استعمالها في الرشاقة على الحوض، والباقي حطيته لها هنا، كان أطباق كبيرة وتقيلة وكده. هنا بقى الميكروويف كان يعتبر جنب الفرن والاير فراير. وهنا الطقم الكيوت ده للتوابل، حاطط لها الصواني دي، وهنا ستاند السكاكين والستاند بتاع طقم التوزيع. وهنا الأطباق العشاء اللي هي اللي هتستعملها ده استعمالها جنب ايديها يعني، بسم الله ما شاء الله. هنا برضو طقم شاي، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ومن فوق بقى عملت لها مجات، احنا هنا يعني أقرب ضلفة للكوفي كورنر، فلو احتاجت بقى المجات القابل دي وكده ما شاء الله. وسعت لها معظم مجاتها وكوباياتها كده في نفس المكان، بسم الله ما شاء الله. كان في كذا قطعة نيش هنشوفهم دلوقتي مع بعض. هنا برضو رفعت لها باقي الكوبايات والمجات والاستكانات القهوة، الحاجات الزيادة المتكررة اللي هي عندها منها بدايل تحت. والزاوية دي برضو كانت أخدت برضو معايا كوبايات كتير اللي جوه، بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وعملت لها الطقم القهوة ده في النص كده ومعاه بعض الكوبايات، بسم الله ما شاء الله. ربنا يسعدها يا رب ويهنيها. هنا بقى ضلفة من ضلف النيش اللي في المطبخ، عملت لها من فوق طقم كاسات، ووزعت معاها الاتنين القهوة دي يعني كديكور يعني، بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله، عشان هما كانوا كريستال. عملت لها طقم القارورة اللي على صينية دي، ومعاها طقم كاسات كريستال، كانت جميلة جدا. دي بقى للضيوف اللي هم الغاليين، وكل حاجة كل حاجتها اللهم بارك جنب ايديها في متناول، ان هي تجيبها بطريقة سهلة، لان هي ما شاء الله الدولف مش عالية قوي، علشان الجبسن بورد كان يعني كان موطي الدولف. زي ما حضراتكم شايفين كل الدولف وزعت لها فيها كوباية الزيادة. هنا بقى الضرفة اللي هي اللي جنب الفرن كانت زاوية، عملت لها فيها المقالي بتاعتها والوok والكسرونات، ومن تحت طقم بقى الحلال القايم ده، بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله، بس كان يعني اللهم بارك كان تقيل على ايديها، فأنا حبيت أحطه تحت وحطيت لها بديل له فوق هنشوفه دلوقتي. هي كده الزاوية دي دي الزيتة، وبعدين البوتاجاز على طول. الأدراج دي بقى اللي هي تحت البوتاجاز، عملت لها فيها المعالق بتاعتها بقى كل احتياجاتها، بسم الله ما شاء الله. الدرج كان مساحته اللهم بارك، من تحت بقى كل فوط المطبخ والسبونشات وباقي الرفايع بتاعتها. والدرج اللي تحت خالص عملت لها فيه كده 3 أطقم صواني اللي هي الخشبي دي، ما شاء الله كانت جميلة جدا. عملتها لها كده برضو في متناول ايديها. دي الضفة بقى اللي جنب البوتاجاز من الناحية التانية، حطيت لها طقم الجرانيت كامل من فوق والستيل من تحت. اللهم بارك، ربنا يسعدها يا رب ويهنيها وتدوم حاجتها في الهنا والبركة والسعادة يا رب العالمين. هنا بقى احنا كده تحت الحوض، هنا المنظفات بتاعتها كده كانت تحت الحوض، بسم الله ما شاء الله. اللهم بارك، نظرة كده على الرخامة. وهنا غسالة الأطباق بتاعتها كانت جنب الحوض كده. هنا الأطباق البورسلين اللي بقول لحضراتكم عليها، اللي بقيت حاططها في الضلفة. هنا بقى النيش اللي هو الأساسي الكبير بتاع المطبخ، كان في بداية المطبخ. حطيت لها بقى كاسات، وحطيت لها طقم الشاي والجاتوه القمر ده اللهم بارك، ومن فوق بقى كاسات كده، ومن تحت كاسات استعمالها برضو تقديم للضيوف. اللهم بارك، ربنا يسعدها. والضرفة اللي كانت تحته دي كانت المقشات، منظم يعني. هنا بقى طقم العشاء الجميل ده، كان على رمادي كده، بسم الله ما شاء الله، وزعته لها على رفين. ومن فوق حطيت لها بقى شوبات مية، ما شاء الله. كانت جاية مع الطقم الشاي اللي احنا شفناه في الأول الناحية التانية. هنا برضو باقي كوبايات وكوبايات العصير، وما شاء الله لا قوة إلا بالله. وباقي برضو مجات.
اللهم بارك. هنا الضرفة التانية اللي هي اللي مقابل الضرفة اللي أنا حطيت فيها طقم العشا الرمادي، حطيت لها الطقم العشا التاني ده، بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. كان عندها كذا طقم عشا، الأولاني البورسليني اللي احنا شفناه والرمادي والكحلي، واللي هو اللي هي هتستعمل. حطت لها بقى في ضرفة النيش دي طقم شربات كده، ومن تحت برضو كيسات استعمالها وتقديم ضيوف، وبعض بقى الكوبايات شاي ومية كريستال ما شاء الله لا قوة إلا بالله. هنا حطيت لها الطقم الكنكه الستيل والبراد الستيل، برضو كان في متناول ايديها، برضو هتجيبه بكل سهولة. الضفة بقى اللي فوق الشفاط دي عملت لها فيها كلها مجات بقى وكوبايات زي ما حضراتكم شايفين، بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ربنا يسعدها يا رب ويهنيها. نظرة كده على المطبخ، احنا كده فتحنا كل الضلف. قولوا لي رأيكم بقى في تنظيمي للمطبخ، وعرفت استغل المساحة ولا لا. وادعوا للعروسة بالبركة والهنا والسعادة، لأن هي بجد تستاهل، هي قمر قمر قمر. ربنا يسعدها يا رب واشوفهم على خير. هم ناس كلهم ما شاء الله، ربنا يسعدهم جميعا، اخوات العروسة وعمة العروسة وكلهم. هنا ده كان حمام الضيوف، كان جنب المطبخ على طول على اليمين، بس كان فيه لسه بس الشنط اللي هي الفاضية كانوا هياخدوهم وهم نازلين يعني. ده بقى الحمام الخاص بتاعهم، كان مقابل للغرف يعني، بسم الله ما شاء الله. كان فيه الغسالة بتاع الملابس كده والكابينة شاور، والحوض كان فيه منظم أدراج يعني حاجتها تحط فيها حاجتها، والمراية برضو كان فيها ضلفة تحط فيها حاجتها. ربنا يسعدها. عايزة أقول لكم على أخت العريس، كانت ذوق جدا، ربنا يسعدها ويبارك لها في ولادها يا رب. وسلفات العروسة برضو ما سابوناش، كلهم ناس ذوق، ربنا يسعدهم يا رب ويفرحهم بأولادهم، اللهم آمين، وأشوفهم دايما على خير. هنا غرفة الأطفال، بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. كان كل الجبس اللي في الغرف شكل بعض، أو وفي الريسبشن وكل الشقة كلها يعني معظمها. هنا كده كده الدولاب، بسم الله ما شاء الله كانت مساحته حلوة. وهنا التسريحة، اللهم بارك، ربنا يسعدها يا رب. كان على فكرة كان السجاد لسه ما اتفرش يعني، هم حطوا بس السجادة دي وما كانتش بتاعت الأوضة. بعد ما خلصنا بقى عرفنا إن السجاد كان لسه جوه. هنا بسم الله ما شاء الله فرشت لها على السرير الطقم الكوفرتا ده، كان رقيق قوي، هي كانت رقيقة ومش عايزة البهرجة بقى والحاجات دي. هنا عملت لها بقى الملايات بتاعتها، اللهم بارك اللهم بارك. عملت لها كده الملايات المشجرة في جنب والمطرزة في جنب، ومن تحت هنا الملايات اللي هي الستان، وجنبها كوفرتا. ومن تحت برضو كان في أطقم كوفرتات اللي هي الكوفرتات البيكا، عملتها لها رصة كده، ومن جنبها برضو كوفرتا، ومن تحت بقى دفايات. وهنا حطيت لها اللحاف أو بطانية تحت اللبس بتاعها اللي هو الشتوي متعلق. هنا بقى الضرفة التانية عملت لها فيها فوط كده من فوق رف كبير، ومن تحت بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وعملت لها بقى الحفة بتاعت السراير ودفايات وكوفرتات كده، بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ربنا يسعدها يا رب ويهنيها وتدوب حاجتها في البركة والهنا والسعادة. تعالوا نشوف بقى غرفة النوم. كانت الغرف كلها جنب بعضها، وكان في غرفة الليفينج بس كانوا هم قاعدين فيها معرفتش أصورها. هنا بقى الغرفة بتاعة النوم، بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ربنا يصلح حالها ويسعدها ويرزقها الذرية الصالحة، اللهم آمين. عملت لها اللحاف بتاعها كده بالشكل ده على السرير. هنا كل الألوان كانت الألوان الهادية اللي هي الكافيهات الرقيقة كده، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. هنا بقى التسريحة بتاعة العروسة، بسم الله ما شاء الله، ربنا يسعدها ويهنيها يا رب. اللي عايزين بقى نشكر أخت العريس عشان هي تعبت في التسريحة بجد، هي اللي رتبت لها الأدراج والحاجات يعني، ربنا يسعدها. هي كانت حابة تعملهم لها، كانوا ذوق جدا. هنا بقى بعض الميك اب بتاعها الزيادة بقى وزعوه في الأدراج زي ما حضراتكم شايفين كده، بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ده كان منظم برضو في النص، كانوا حاطين لها فيها بعض الحاجات الميك اب ومن تحت اللي هي المناديل بتاعت إزالة الميك اب والحاجات دي يعني. بسم الله ما شاء الله، ربنا يسعدها يا رب، اللهم بارك. ما تنسونيش بقى في اللايك والاشتراك في القناة، وتقولوا رأيكم بقى في الشقة. عايزة أعرف رأيكم يعني
في تنظيمي في الحاجات وتدعو بقى العروسة كتير في الكومنتات وتقول لها ربنا يسعدك ويهنيك يا رب وتدوب حاجتك في الهنا والبركة والسعادة ويرزقك الذرية الصالحة اللهم آمين. وعقبال أختها يا رب ونعمل لها أحلى حاجة ربنا يسعدهم. هنا بقى الدولاب بتاع العروسة أول ضرفة كده كنا سيبناها للعريس. بسم الله ما شاء الله. كان الدولاب كان مساحته حلوة يعني وكان مقسم تقسيمات حلوة بسم الله ما شاء الله. هنا وعلقنا لها برضو بعض اللبس بتاعها الخروج الصيفي. هنا بقى الضرفة دي الرف الكبير ده هما كانوا حابين يحطوا فيه الشنط مع ان هي كانت كتير والله يعني. هي تبان مش منظمة بس أنا نظمتها على قد ما أقدر لأن الشنط كانت كتير. الرف مش ما كانش هياخدها طبعا. هنا بقى اللبس بقى بتاعها اللي هو البيتي التطبيق عملنا لها كده جنب اللبس الشتوي وجنب اللبس الصيفي. بسم الله ما شاء الله ربنا يسعدها يا رب وتدوب حاجتها في الهنا والبركة والسعادة. بسم الله ما شاء الله زي ما حضراتكم شايفين كده. الضرفة التانية بقى عملت لها الملايات بتاعتها بتاع السرير الكبير برضو كده كل 3 رصات المطرز في جنب والمشجر في جنب والستانات في جنب. هنا كانت الشاشة معلقة في الزاوية دي. ده كان البافة بتاع التسريحة. الستاير بتاعتها كانت نفس النظام بتاعت كل الشقة. كان ليها بيت كده في الجبس. هنا البانكيت بتاع السرير حطيناه لها كده تحت الستارة. كان فيها بقى كل السليبر بتاعها والحاجات دي والجزم. كان في جزمة هناك جنب باب الشقة حاطين فيها الكوتشيات بتاعتها والحاجة الخروج يعني بسم الله ما شاء الله. كنا فارشين المفرش السوفت التركي على اللي هي الكوفرتا السوفت وحطيت لها اللحاف زي ما حضراتكم شايفين كده من فوق علشان يعني احنا في جو شتا وكده. ربنا يسعدها يا رب ويهنيها ويدوم حاجتها في الهنا والبركة والسعادة. قولوا لي رأيكم بقى محتاجة رأيكم جدا في الفيديو. وعايزة في آخر الفيديو كده دعوة حلوة من القلب ولكم بالمثل وتصلوا على الحبيب المصطفى كتير في الكومنتات. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد شقة عروسة جديدة. وما تنسونيش بقى في اللايك والاشتراك في القناة وتوصلوا بقى الفيديو ده لأعلى لايكات علشان ان شاء الله القناة تكبر بيكم. واشوفكم ان شاء الله على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.